مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية في حلقتنا النهاردة من طعم البيوت. وإحنا الحقيقة في البرنامج وعلى مدار العديد من الحلقات تناولنا موضوع مهم جدا، وهو دور المرأة في بناء وتنمية المجتمع المصري، وبنحاول أيضا الاقتراب من كل فئات المجتمع علشان نعرف إيه اللي بيعوق المرأة عن أداء دورها، وإيه اللي بيدفعها أيضا للأمام علشان تأدي دورها على أكمل وجه، دورها التاريخي في خدمة وبناء المجتمع جنبا إلى جانب الرجل. علشان نتكلم في الموضوع ده معانا على الهواء دكتورة ميسون الفيومي، استشاري العلاقات البشرية والأسرية أيضا، ومعانا الأستاذ الدكتور هشام الجيار، خبير تنمية بشرية وذاتية. أهلا بكم معانا في طعم البيوت النهاردة. ويمكن موضوعنا مهم جدا، احنا اتكلمنا قبل كده كتير في الموضوع ده، ان ازاي المرأة تقدر تقوم بدورها على أكمل وجه في خدمة أسرتها أولا وخدمة المجتمع ثانيا. اتفضلي يا دكتور. طبعا دلوقتي زمان كانوا دايما يقولوا لنا ايه، المرأة نصف المجتمع. أي هي دلوقتي هي خلاص ده بقت المرأة كل تلات ارباع المجتمع. المجتمع، يعني ما بقاش زي الاول يعني. لا. لا، هي المرأة طبعا مليون في المية ليها دور كبير جدا في تنمية المجتمع. وخصوصا لما بتكون يعني سواء حتى هي لو ربة بيت او لو امرأة عاملة. لان في كل الاحوال المرأة ليها العديد من الادوار اللي بتقوم بيها. الدور الرئيسي لأي امرأة هو المفروض يكون في البيت، ده رقم واحد. يعني لو أنا هشتغل في يوم من الأيام وأحس إن أنا عشان أبني المجتمع أكيد، بس ممكن أنا فرد، لكن ممكن أكون معايا 3 4 هبني أكتر في البيت وهطلع 3 صالحين للمجتمع، أنا بعتبر إن ده بناء. المفروض إن يبقى فيه دايما للأسف الشديد في ظل الظروف اللي احنا شايفينها، انه ابتدى المرأة تشيل اعباء اكتر من اللازم. يعني زمان كانت الاعباء عليها قليله، حتى لما ابتدت المرأة تشتغل وبتبتدي تنزل لسوق العمل كانت برضو الاعباء مش عليها زي دلوقتي. أي. دلوقتي بقى عليها كل حاجه كل تقريبا حاجة، يعني. كفاية ان هي راجعة من شغلها، المواصلات وصعوبة حقيقه المواصلات كل حاجه. والجو حر، حاجات كتير قوي فأهم بتعاني منها حاجة إنها المرأة. تعمل توازن ما بين العمل وما بين حياتها داخل البيت. مش المفروض يكون أبدا يجي جنب على جنب تاني، لأن عدم تحقيق التوازن ده ما بين البيت والعمل ده بيأثر على الصحة النفسية للمرأة. طبعا. لان بقى بعد كده بتبتدي تحس ان عليها ضغوط، بتبتدي تحس انها كائن مخلوق بس للخدمه فقط، ما بتعملش اي حاجه في الحياه. وكائن مهمل داخل البيت، بالظبط. لكن ما بتقدرش تقوم بعملها بعد كده. طيب لو قلت لدكتور هشام بقى، مين اكتر الشخصيات اللي موجودة في البيت اللي ممكن يشجع المرأة على النجاح، سواء نجاحها في بيتها او نجاحها في عملها خارج لا، المنزل؟ هو شوفي قصة المرأة ودورها في المجتمع المصري. حضرتك قلتي في بداية البرنامج احنا عايزين نعمل إعادة تأهيل للشخصية المصرية. اي. احنا عايزين نعمل إعادة هيكلة للشخصية المصرية كلها. بمعنى عندنا منظومة قيم فيها مشكلة، عندنا منظومة وعي فيها مشكلة. الدكتورة تفضلت وقالت ان المرأة نصف المجتمع او 3/4. انا بعتبر ان المرأة هي المجتمع كله. ليه؟ لان هي عليها كل الاعباء. هي نصف يعني المجتمع. يمكن دور الرجل مختصر ان هو بيروح شغله، ويمكن بيرجع متاخر، ويمكن بيشتغل فترتين، لكن برضه هو بس هي علشان عليها، ينتج ويجيب فلوس ويعيش الاسره بس دي. هي عليها دور كبير. المراه اللي بتقوم بكل حاجه. المرأة نصف المجتمع وبتربي النص التاني. ايوه. اللي هو الاطفال. اكيد. المرأة في ست بتبقى عندها وعي وعندها عقل وعندها ادراك، وبتقدر تبقى مدركة حجم المعاناة اللي زوجه بيشتغل فيها، فبتقدر توفر له السكن اللي هو اتقال عليه في القرآن ان الزوجة سكن ومودة والبيت. فبترجعه بيبقى الاتموسفير اللي هو داخل فيه هادي، فالراجل داخل شايف اولاد متربيين باسلوب كويس، شايف فيه سلوكيات مظبوط. 90% من تربية الابناء بتبقى ام. عشان كده ربنا قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. الاب ده بيعتبر حائط صد اخير المفروض الزوجه بتخوف بيه او بتعمل بيه زي رهبه. طب وليه يكون رهبه يا دكتور؟ ليه ما هو ممكن يكون سند ليها وسند لاولاده، وممكن يكون يوجه. يعني زمن بقى الرهبه والاب ان احنا نخاف منه والكلام الفاضي ده كله خلاص زمن ولا. يعني ليه ما يكونش الاب هو صديق لاولاده؟ ما هو انا مش معترض على حضرتك بتقوليه، بس هي القصه كلها فين؟ ما ينفعش الزوجه تدخل الاب في كل السفاسف الصغيره اللي هي تخلي الحكايه
يعني هي تفضل مطحونه معاهم طول النهار ولما مطحونة؟ يجي طبعا لا ما طب هو من برضه مذاكره مطحون بره. لدروس مش هو برضه لشغل بيشتغل؟ لا هو البيت. هو يا دكتور ان هو قاعد على مكتب أو لا لا بيشتغل لا في بغض مكان. النظر مش هنقلل ابدا من قيمه الراجل طبعا، وانه خلق اصلا في الاساس للشقاء وللعمل وكله. صحيح. ده اساسي، لان بس احنا بنقول ان الراجل في الطبيعه لازم يبقى له هيبه داخل البيت. أيوة. هيبته لو انا هتكلم مع جوزي في كافه التفاصيل خلاص هضيع الصغيره الهيبة. في كل شيء، هيبه الراجل ممكن تفتقد. ممكن بينها وبينه ممكن تتكلم بينها في كل وبينه تقول له كل التفاصيل. التفاصيل. يعني انا ممكن مثلا واحنا قاعدين مع بعض هنقول كل التفاصيل، لكن قدام الاولاد ان في مواضيع مش هتوصل لبابا دي أكيد. خالص. انا بس 90% مني ليك. من مشاكل الحياة الزوجية إلا ما ندر لو الراجل شذوذ فكري أو وات ايفر يعني. بمعنى ايه الشذوذ الفكري اللي حضرتك بتقصده؟ ما هو ايجابي ولا سلبي؟ سلبي طبعا. سلبي طبعا. في رجالة بتبقى انه يجي عليها إن هو بيبقى أصلا عنده شذوذ فكري. اه مدمن أو أفكاره سلبية كلها او ما بيفكرش بطريقه أو ما عمليه بيفكرش خالص بيعمل مشكلة. ممكن يهاجمها طبعا. اه لكن لو الست عندها نفس ال التفكير المنتاليتي بتاعته عندها مشكله كبيره. طبعا. البيت فيه مشكله لان في ست تبقى من جهنم تعمل مشاكل كبيره جدا في البيت. دايما هتلاقي المشاكل بتبتدي من الناحيه دي. يا دكتور ده انا اعرف ستات لما يجي رب الاسره سواء كان بيشتغل او مسافر مثلا تيجي تقومه على الولاد عشان يضربهم. يبقى دي عندها شذوذ فكري. مش بقول لحضرتك ست من جهنم. اه ما تختارش الوقت ما هو ده بقى اللي خليني الوقت المناسب اللي هي تتكلم فيه في مشاكل. اما تتكلم في مشاكل ما بتبقاش محدده، تجيب مشاكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. يعني هي عندها مشكله حقيقيه في تفكيرها. ده راجع لايه؟ لان احنا بقالنا فتره كبيره قوي التفكير بتاع المصريين اختلف، لان احنا تم اختراقنا عن طريق ثقافه غربيه ادت الى ضياع كل المعايير وكل الهويه اللي احنا المفروض نمشي بيها. كل الهويه اللي المفروض نمشي بيها يا دكتور. الاسلام حث على مبادئ معينه سواء مع الزوجه او مع الاولاد او في طريقه التربيه. عايزه اعرف الاجابه وهعرف من حضرتك ومن دكتوره ميسون، لكن بعد ما اخد التليفون ده الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف. الو اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور رمضان. اهلا بحضرتك. انا شكرا. انا عايزه اعرف من حضرتك اهميه دور المراه في الاسلام في جميع المجالات. يعني يمكن احنا بنلاقي المراه ام واخت وزوجه وبنت وكل حاجه، وزي ما الضيوف الافاضل قالوا ان هي اصبحت يمكن مش نص المجتمع زي ما كانوا بيقولوا، لا هي كل حاجه في المجتمع وهي اللي بيقوم عليها بناء الاسره المصريه. راي الاسلام ايه في الجزئيه دي؟ اولا بسم الله والحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد. تحياتي لحضرتك يا استاذه نجاة ولضيوفك الكرام وللمشاهدين الافاضل. في البدايه الاسلام كرم المراه كانسان بصرف النظر عن كونها ام ولا اخت ولا زوجه ولا بنت. الله عز وجل قال ولقد كرمنا بني ادم. بني آدم رجل أو امرأة. الإنسان مكرم من حيث هو إنسان. ولذلك أمر الله عز وجل بتكريمه. الله عز وجل أرسل النبي محمد رحمة للعالمين، ليس للرجال وحدهم ولا للنساء وحدهم ولا للمسلمين وحدهم ولا لغير المسلمين وحدهم، إنما رحمة للعالمين. فالمرأة مكرمة من حيث هي إنسان بصرف النظر عن كونها أم أو أخت أو زوجة أو بنت. فما بالكم والله عز وجل كرمها أما وجعل الجنة تحت أقدامها، وكرمها أختا وكرمها زوجة وكرمها بنتا. الدين الإسلامي علمنا ذلك. الله عز وجل يقول عاشروهن بالمعروف. الله عز وجل يقول إمساك بالمعروف تسريح بإحسان. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالقارورة. القارورة المنبة المضيئة المعلقة العالية التي تضيء حياتنا. الواقع بيقول أن الدين الإسلامي كأنه يقول لي أيها الرجل متى ما كنت رجلا تكن لك امرأة، متى ما كنت ذكرا تكن لك أنثى، متى ما كنت عاشقا تكن لك متيمة، متى ما كنت ملكا تكن لك أميرة، فلا تكن لا شيء وتريدها أن تكون كل شيء. أيها الرجل عندما تنفخ فيك الروح تكن في بطن امرأة، وعندما تبكي تكن في حضن امرأة، وعندما تعشق تكن في قلب امرأة،
الله. المرأة أمانة ما خلقت للإهانة. هذا هو ديننا. والمجتمع لا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة وهو يهمل نصفه كاملا. طبعا. وأنا أضم صوتي إلى صوت حضرتك وإلى صوت ضيوفك الكرام إن المرأة لا تمثل نصف المجتمع. هي نصفه عددا، لكنها هي المجتمع كله تأثيرا، لأنها إذا كانت نصف المجتمع في العدد فهي تلد النصف الآخر. أكيد. هي التي تلد النصف، فهي بحق هي المجتمع كله. أكيد. ولو تقدمت المرأة تقدم المجتمع. أكيد. وإذا تأخرت المرأة تأخر المجتمع. أكيد. والمرأة في الرسالة الإسلام القرآن الكريم ذكر لي أن المرأة كانت تعمل. واحنا شفنا ادوار كتيره جدا للمراه في الاسلام، ويمكن ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. اذا المراه فعلا ما بقتش نص المجتمع، بقت كل المجتمع، ودور المراه في بناء الاسره وبناء المجتمع اصبح مهم. انا بشكر حضرتك جدا الشيخ الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنه العليا للدعوه بالازهر الشريف. شكرا لحضرتك. احنا هنكمل كلامنا بقى عن دور المرأة في المجتمع. دكتور هشام اتفضل. قال كلام رائع مولانا الشيخ رمضان. الست بيقوم عليها ركائز أساسية لبناء الأسرة المصرية. الأسرة المصرية بتبتدي من أم يعاونها أب، يعاونها بما يفعله خارج المنزل وبالموالاة اللي بيعملها لها جوه البيت. طب هنا الرجل يا دكتور هل بيكون دافع للمرأة على نجاحها؟ أحيانا الراجل بيكون برضو عقبة في طريق المرأة، لأن في بعض الرجال لما بيلاقوا المرأة في أعلى المناصب أو بيكون إن هي ناجحة في مجالها، بيبص تلاقي إن هو يبدأ يرجعها لورا، يبدأ يثقلها بالهموم، يبدأ يقول لها لا ده ما جابوش الأولاد نمر كويسة، في حاجات كتير قوي، لا ده أنت تخرجي الساعة كذا وتيجي الساعة كذا، واحيانا يضطر ان هو يخليها تسيب شغلها. طالما قبلت انها تعمل يبقى هاقبل ما يترتب على العمل من نتائج. انها هتقسم وقتها، هتدير وقتها كويس، هتعمل اولويات في حياتها. الاولويات دي في الاخر لا تؤثر على الاسره. لكن اذا هي حست بلود وبتوتر من العمل ما ممكن تسيبه. طب وهو دلوقتي احنا عارفين الظروف الاقتصاديه بقت ظروف صعبه جدا جدا، يمكن الرجل لوحده ما يقدرش يتحمل مسؤوليه بيت ويكون متزوج على اساس ان هي بتشيل معاه المصروفات والاولاد والمدارس. وشوف حضرتك المدارس دلوقتي بقت ايه، ازاي يطلب منها او هي تضطر لا ان هي مش هو اللي يطلب منها، هي لو حست ان الموضوع ده مؤثر عليها شخصيا، بس ده هيأثر بقى على ميزانيه البيت. هو بقى يشتغل شغلانه ثانيه، ما هو ده دوره. ما هي دورها جوه اكتر من بره. دورها اللي جوه، هي دورها جوه ودورها بره، يعني في جزء بتعمله جوه بيكمل الجزء اللي بتعمله بره. طب ما انا عايزه اقول وبعدين دايما وراء، زي ما بيقول المقوله، وراء كل رجل عظيم امراه، وراء كل امراه عظيمه وراء كل رجل عظيم امراه توفر له حياه كل شويه. لا هتوفر له حياه هذه لو هي مش هاديه يا دكتور وهي مثقله المراه يا دكتور خلقت للاحتواء، ومكان الاحتواء بتاعها هو الرجل. احنا قلنا قبل كده ان المراه عامله زي المياه السائله او الحاجه السائله، والراجل عامل زي الدوره او كوبايه. طول ما هو مديها القوامه هي كده. لو انكسرت الكوبايه هتنساب في كل اتجاه. بالظبط. ده بحث كان معمول، بس على الله هو يحافظ على الكوبايه في ايد الراجل بالظبط. هي القضيه هي القضيه ان لو كان عايز يحافظ عليها دكتور، او المقوله المشهوره بتقول كوني له امه يكن لك عبدا. يعني الكلام حلو قوي والمقولات جميله، بس الفعل على في الواقع وفي الحياه ده الاهم. بس يا دكتوره ازاي كل المعوقات اللي المراه بتقابلها في حياتها اليوميه دي نحولها لحاجات ايجابيه مش سلبيه، ونقدر نتفاعل معاها وهي تتفاعل عشان توصل للنجاح. النجاح مش ليها بس في شغلها، النجاح باولادها، بتربيتهم، بنجاح الزوج ايضا. شوفي في مقوله لبرنارد شو جميله جدا يا دكتور، بتقول لك المراه اذا احبت فعلت كثيرا وتكلمت قليلا. فهنلف هتلاقيها لو هي بالفعل بتحب بيتها وبتحب تحس ان المكان ده هو المملكه بتاعتها، المراه
ممكن تسعد الزوج وبالتالي تسعد الاولاد، وبالتالي تلاقيها ناجحه في حياتها، تتوقف عليها كل شيء لو كان في دعم ايجابي من الزوج. ده راجع لتربيتها كمان. بالظبط، هي لأن اتربت بيبقى ازاي؟ ايوه اللي بتاعتها بتكمل ربتها اللي إزاي؟ بيكمل بقى ما تربت عليه المرأة داخل بيتها في الأسرة اللي بيكمله الزوج. في أحيانا ممكن تكون امرأة طموحة جدا، قادرة تعمل توازن ما بين شغلها وما بين بيتها، لكن الزوج هو العقبة الأساسية في حياتها، إنه مش عايز غير إنها تكون بس لتربية الأولاد. أحياناً ما كانش قابل بقى الكلام ده من لا الأول. لا إيه احيانا اللي بس يا حصل؟ دكتور إيه؟ هشام معلش، بتشتغلش. احيانا في الخطوبه وايام الجميله والحب والحاجات دي بتبقى كلام بس وعود. كاموفلاج لا، كده لا، ما وعود هي زائفه، حضرتك لكن في الواقع فترة الخطوبة دي فترة هي التجمل. بتفرض لا، أنا نفسها أعترف. بقى. أنا لا، أعترف. أغلب وبيحسسها الناس فعلا ان هقول هي لحضرتك مقصره، ليه مفيش راجل بينصف المراه ويحسسها ان هي مش خالص. ومهما مش تعملي انت مقصرة برضه مهما لازم عملت. هتبقي عند، لازم يبقى في جانب انت خاصة لو مقصرة كانت فيه. بتشتغل، ولو خاصة لو كانت بتشتغل شغلانة اون ذا سبوت مهمة، بص تلاقيه ان هو دايما يحاول يحسسها هي ان مش هي كل مقصرة في الرجالة البيت كده، عشان لا. تدي اكتر. ما احنا قلنا ده اللي مش واثق في نفسه. لا، وهي لو زي ما قلت لك لو هي طب حابة إذا ده كده يا دكتورة هتدي. العمل المرأة ليه تأثير فعلا على البيت وتربية الأولاد ولا لا؟ بلا شك. مفيش مشكلة، مليون في المية ده انه الدكتور ليه. بيقول بلا شك لا، بكل مليون في ثقة. المية. مع لا، ان انا في زوجتي ما بص. بتشتغلش يعني. طب بس ما انت أعرف- عشان كده بتقول بقى بلا اعرف شك. اعرف سيدات كتير بتشتغل عندهم مشاكل كتير جدا في حياتهم الزوجيه. ليه؟ لان هي ما بتقدرش تعمل بالانس بين الاتنين. العمل وبين آه، البيت. آه. طب ساعتها تعمل ايه يعني؟ ما احنا هي برضه لازم مش عايزين نحط الاختيار بقى. العقبات. لا، ما ساعتها مش الاختيار يا دكتور، انا اسفه اقول لحضرتك، مساعده الزوج فين؟ مش الاختيار، ما انا مش هقدر ما هو اسيب إذا قبل شغلي إن هي وفي نفس تشتغل. الوقت مش طب هقدر هو اثر في بيتي. المفترض ان هو القيم على هذه الاسره، المفترض ان انا عشان اساعدها اسيب انا عملي او اجنب جزء من عملي واروح اقعد لها في البيت مع لا، الولاد. ما قلناش كده، أمال خاصة أعمل في إيه؟ نوعيات عمل معينة ما بتقدرش ان انت تساعدها في البيت او تساعدها في تربية الاولاد، بس يكفي ان انت دعم توفر إيجابي. لها الامكانيات ان هي تربي الاولاد وتروح شغلها. عموما احنا معانا تقرير مهم جدا عن اهمية دور المرأة في المجتمع، وان هي ازاي ممكن توفق بين عملها على وبين فكرة البيت. تربيه الام ما هياش تربيه اجسام. لا طبعا، دي تربية عقول. تربية دي عقول. بتربي قيم ومبادئ وبتدي وده اللي شفناه دلوقتي في مجتمعنا، خاصة بعد ثورة 25 يناير. فين الشباب وفين دورهم وفين ان هم فعلا ما يستغلوش اي مواقف ضد البيت والمجتمع والام. عموما هنشوف التقرير وبعدين نرجع نكمل حوارنا. فاصل ونعود.